طب حضرتك العاصمه الاداريه دي مش عاصمه استفزازيه؟ لما سيادتك بني لي اكبر جامع، اكبر استاد، اكبر كاتدرائيه، اطول برج، اعرض استاد، اعرض كوبري، وفي الاخر انا بستخدمها في ايه؟ انا كمواطن بستخدمها في ايه؟ ايه العائد بتاعي؟ يعني العاصمه الاداريه في حد ذاتها هي استفزاز. طب انا بستخدمها في ايه؟ يعني النهارده سيادتك النهارده انت سيادتك بتقول لي حضرتك هعمل ترددي وهشيل 4000 ميكروباص عشان تمشوا. انتوا ظبطتوا الدنيا تحت الكباري عشان تمشوا المشروع ده ولا اي حاجه؟ مشروع فاشل اساسا، مشروع فاشل. انت النهارده عمال تقول لي انا ببني دوله، ايه الدوله اللي بتبنيها؟ ومين قال لحضرتك ان احنا النهارده عشان تقول لي محور عمرو بن العاص الناس نايمه في الشارع وبسكن الناس؟ مين قال لك الناس اصلا نايمه في الشارع؟ الناس ما نامتش في الشارع في عصرك. الناس مش لاقيه تاكل غير في عصرك. اسعار الزيت، اسعار السكر، اسعار المواد الاستهلاكيه، اسعار الكهرباء، اسعار البنزين، الناس مش لاقيه تاكل. النهارده في حاله من الاقطاع. انت رجعتنا الاقطاع تاني، اقطاع تاني. كان زمان على ايام عبد الناصر كان في طبقه غنيه هي مسيطره على مساحات اراضي، وطبقه فقيره مش لاقيه تاكل، فجي قال لك فدادين 5 و5 فدادين ونقسم ونأمم ونعمل. النهارده الموضوع مش موضوع تأمين، النهارده مش موضوع اراضي. النهارده اصبحت في طبقه اللي هي العاليه قوي، والطبقه المتوسطه انتهت خلاص. انت حضرتك واخد بالك من الكلام ولا ايه الموضوع؟ يعني انت لو شوف ادعاء الناس النهارده عليك عامل ازاي، مش عارف انت ممكن تنام مرتاح؟ الناس كلها بتدعي عليك، دي حقيقه. يعني انا مش عارف ده ايه اللي احنا فيه ده. وبعدين جاي تقول لي اصل مصطفى مدبولي ده اعظم رئيس وزراء، ولا اعظم ولا بلا ازرق. مين قال ان مصطفى مدبولي عظيم؟ مين قال ان مصطفى مدبولي ده شخصيه رئيس وزراء كبير ولا اي حاجه ولا عارف يدير اي حاجه؟ انا مش فاهم. يعني انتوا النهارده بتحطوا السياسه دي تحت بند ايه؟ السياسه الاقتصاديه دي تحت بند ايه؟ تاخدوا القرض، تثبته، تيجوا للمراجعات، مراجعات تقول لكم عندكم فشل، تغلوا عشان تاخدوا القرض. احنا بقالنا 10 سنين ماشيين بنفس الوتيره، ناخد القرض، نخش على المراجعه، نغلي الاسعار، ناخد القرض. طبعا دلوقتي في تحريك دولار تاني، ما في تحريك دولار تاني. ايه الوضع؟ هنوصل لكام؟ وفي فيديو سابق قلت احنا مش روسيا، احنا مش روسيا. والنهارده جايين تكلمونا على اقتصاد حرب. حرب مين؟ انا عايز اعرف حرب مين؟ ايه اللي حضرتك عملته خلال 10 سنين؟ سد النهضه اتبنى، حدود مهدده، استهلاك اموال كثيره مش فاهمين ايه، مباني واقفه، اسعار غليت، مواطن مش لاقي ياكل، مرتبات ما بتزيدش، معاشات مش متاخده. اخرتها ايه؟ ادويه مش موجوده، اسعار مأكولات غليت، فواتير كهرباء غليت، ميه غليت. تحت بند من يعني انا عايز افهم انتوا بتجيبوا فلوس منين؟ يعني ايه هنفضل ماشيين لايه؟ الله. بيع؟ لا ما بيعش. انديه ما بتدخلش ارضات، لان الانديه انت مانع دخول الجماهير. احنا لقينا ترند دلوقتي اكبر دوله ما بتخشاش جماهير. ليه؟ طب انت مش داخل جماهير بتبني استادات ليه؟ انا عايز افهم ايه. شقق بقت غاليه لان في جهه واحده هي اللي بتبني. مين اللي بيبني؟ ممنوع المباني. عايزين فلوس، زود الناس، مفيش. طب والناس اللي بتزيد التانيين دول ايه وضعهم؟ انا مش فاهم. يعني هو المواطن المصري، وبعدين كل واحد يقول لك ايه ده في مصلحه المواطن. انا عايز اعرف مين المواطن ده. انا عايز اشوفه المواطن ده اللي في مصلحته، اللي كل واحد يطلع يكلمك يقول لك احنا مصلحه المواطن اللي هو ايه. وبعدين احنا ليه كل كلمه انت بتقولها لازم احنا كل السوشيال ميديا يخش النهارده اللجان الالكترونيه النهارده؟ يا سلام على اللي حصل. احنا ولا انتوا عارفين الراجل الفقير ده بيجيب انبوبه بيجيبها ازاي؟
الاكل اللي غالي هيعرف ياكله؟ لا، الادويه مش موجوده. وبعدين القاهره مش مصر. انت واخد بال سيادتك؟ القاهره مش مصر. انزل سيادتك كده، انت رحت اريتريا، رحت جنبك اريتريا، ورحت الصومال. دي دول خطره، تحت بند دول خطره مفتوحه. دول مفتوحه يعني دوله مش، ما فيش رئيس جمهوريه يقدر ينزل كده. طب سيادتك غامرت وعملت حاجه مجهود جميل جدا، ورحت اريتريا عشان تقول لهم انا هعمل قاعده عسكريه عشان اثيوبيا اللي بتبني سد النهضه، اللي احنا مش هنعمل فيه حاجه اساسا، انا عارف برضه، بس هي كانت الهاء الراي العام وكذا 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 وكذا. بتاخد حضرتك طيارتك وتنزل مثلا هليكوبتر، طياره هليكوبتر، وتنزل مثلا فيها الزقازيق، انزل طنطا، انزل المنصوره، انزل كفر شكر، انزل متغمر، انزل المنيا، انزل بني سويف، انزل الصعيد اللي تحت. ايه؟ وبعدين ايه موضوع ان انا عمري ما شفتك بتفتتح محل مصنع؟ ايه؟ وبعدين ايه موضوع ان انا عشان افتتح حاجه اعمل خيمه تكلفني ملايين الدولارات، ملايين الجنيهات، سوري. ايه خيمه ايه؟ وانا قذافي؟ ايه الخيمه اللي بعملها؟ طب ما انت عندك قصر الاتحاديه، ما تفتتح من عند قصر الاتحاديه. ايه اللي انا يعني وبعدين سيادتك انت بتتكلم دلوقتي لازم نعظم العاصمه الاداريه ونعمرها ونبني اطول برج واعرض مش عارف ايه. اطول برج؟ ده في برج بيتبني دلوقتي هيكلف 500 مليون، انا حسب ما سمعت في التيك توك. ليه؟ لمين؟ العاصمه الاداريه دي لمين؟ انا مش فاهم. لمصر؟ اللي هم مين في مصر؟ مين اللي هيستخدمها؟ كان معمول حواليها سور. مين؟ جاي تقول لي العرب اخواتنا هم عاملين يشتموا فينا، وبعدين مفيش بروتوكولات والكلام مش منطقي بيتقال. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ما يعني ده في بهدله في الدلتا، بهدله. ده في ناس مش لاقيه ميكروباص تركبها عشان تروح مدارسها وجامعاتها. زي ما كان حضرتك كنت عامل مترو اللي هو القطر الخفيف ده اللي وقف، اللي ما بين عدلي منصور والشروق، ده وقف خلاص، ما فيش حد بيركبه. وبعدين ايه الشركه اللي انا كل ما اجيبها اعمل لها مترو وبعدين ارجع؟ طب ما تخلي الشركه دي هي تستثمر المترو بتاعها، تعمله وتاخده حق انتفاع. يعني ايه اللي يخلينا ما تبيع الانديه دي اللي بتعمل ايه؟ عامل لها ايه بالانديه دي؟ انتوا بتناموا مرتاحين؟ سؤال بقى للحكومه والاداره كلها، انتوا بتناموا مرتاحين؟ بتناموا مرتاحين بالليل كده وتهدوا وتقول الله احنا كده نمنا مرتاحين والناس كلها عماله تاكل في بعضها؟ الناس كلها مش عارفه تعمل ايه. انت متخيل واحد النهارده كان بيفول عربيه ب 200 جنيه، ممكن تتفول ب 1000 جنيه؟ طبعا انت جنابك عايز طبعا العربيه دي ما يركبش عربيه، يركب عجله. يركب عربيه ليه؟ ليه يركب عربيه؟ لازم يركب عجله. انت فاكرنا مين؟ امريكا؟ ما كل واحد ليه تل. في مثل يقول لك اللي ياخد من التل يختل. فين؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، يا ربنا الكريم.